الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي نجيب المنتج الناجح وصفاته بتكون عامله ازاي وايه اللي نركز عليه فيه وايه اللي نخلي بالنا منه. في الفيديو ده احنا هنتكلم فيه عن نجيبه منين. يعني احنا دلوقتي عرفنا ازاي نجيب المنتج الناجح، نوفره منين. في كلامنا عن الوطن العربي ففي شركات معينه هي اللي بتوفر لك كل حاجه، بمعنى بتجيب لك المنتج، بتاكد لك مع العميل، بتتواصل مع شركات الشحن وهي بتتعامل كل حاجه، في الاخر خالص بتدي لك سعر معين، بتحط هامش الربح وبتحط مصاريفك، وفي الاخر بتبدا تعلن عليه. وبما اننا احنا بنتكلم عن السوق الاماراتي فهنتكلم عن اشهر الشركات اللي بتشتغل على السوق الاماراتي والوطن العربي بشكل عام، وطبعا بدون تحيز الا لو حد عايز يعني يعمل اعلان. ويلا بينا نبدا. عندنا الشركه الاولى وهي تاجر. تاجر دي يعتبر من اشهر الشركات اللي موجوده في الوطن العربي وبادئه بقالها فتره كبيره. يعني تاجر ما شاء الله عندها كمية منتجات وفيرة في الوطن العربي والإمارات، عندها تيم كبير جدا، عندها ناس بتشتغل كتير جدا، أغلب اللي شغالين في المجال موجودين هناك كوطن العربي إن هم بيشتغلوا كدروب شيبينج، هتلاقي أغلبهم موجودين في تاجر. يعني فده بيخلينا نبص في نقطتين. النقطة الأولى إن طالما عندهم ناس كتير فالمنافسة على المنتجات اللي موجودة عندهم برضو كبيرة، بس بما إنها منتجات وفيرة فهي ميزة وعيب برضو. وكده كده في البداية في أي شركة هتشتغل عليها من اللي هنقولهم دلوقتي كلهم في البداية هيعاملوك معاملة حسنة، نتائج ما شاء الله حلوة كل حاجة. بعد كده أنت ونصيبك، يعني هي برضو إيه، أرزاق. انت ممكن شركة تكمل معاها تقعدوا فترة طويلة وكل حاجة ماشية 10/10، في شركات تانية تلاقي شوية حلوة شوية وحشة بحالات. يعني بالنسبة لشركة تاجر فهم بيطوروا كل فترة، عندهم تيم كبير، التأكيدات كويسة، ولكن تجربتي معاها مع الاستمرارية معاهم ما كانتش أفضل حاجة. أسعار بتعلى، في ضرايب بتضاف، في حاجات كتير، بس ده برضو ما يمنعش انها من اقوى الشركات اللي موجوده في الوطن العربي، ولكن دي نبذه عنها. الشركه الثانيه وهي شركه ايكومبو. شركه ايكومبو موجوده في الامارات وموجوده في السعوديه. لو هتبدا في الامارات فانا ارشحها للامارات. السعوديه برضو كويسه لكن هم اقوى في الامارات لان هم ملعبهم. عندهم برضو وفره من المنتجات، النسب كويسه، اسعار كويسه، وتجربتي معاهم كانت كويسه. لكن كل شخص ليه حالته الخاصه، ان هو ممكن تكمل مع دي تلاقي تاجر انسب، تلاقي شركه من اللي هنقولها بعد كده انسب، ولكن انا بنقل لك التجربه الشخصيه. نيجي بقى للشركه الثالثه وهي اندر ريتد الصراحه، اللي هي COD برضه. دي شركه برضه شغاله على اغلب الوطن العربي، ولكن هي بتحاسبك على كل كبيره وصغيره، بمعنى ان يعملوا كونفرميشن على العميل دي بفلوس، شحن بفلوس، مرتجعات بفلوس، توصيل بفلوس، كل حاجه بفلوس. هتضيف عميل عندهم هتدفع فلوس، فاهم الفكره؟ فلو كانت كواليتي الاوردرات عندك مش قويه بلاش، لان انت هتخسر لما تقول يا بس، لان كل ده بيتحسب عليك تكاليف، واحنا بنحاول زي ما قلنا نقلل. نيجي بقى للشركه اللي بعديها وهي COD نتورك. COD نتورك تجربتي معاها ما كانتش لذيذه شويه. ليه؟ الاسعار بتاعتهم في البدايه الاول كانت بتبقى ثابته وعاليه، اللي هو ده السعر اللي عندي، عاجبك مش عاجبك هتبيع بالسعر ده. طب يا عم انا عايز اعلي شويه، مفيش، انت هتبيع بده وهتاخد $20 وبوس ايدك وش وظهر وبركه. فما كانتش عاجباني السياسات دي في الاول، على ما اعتقد اتغيرت برضه في الوقت الحالي، ولكن برضه في ناس كتير بتشكر فيها وشغالين معاهم، بس انا بدي لك نبذه. يجي بقى للوجه الجديد دلوقتي وهي شركه زنبيل. شركه زنبيل لسه ظاهره في السوق من وقت قريب. اي نعم السيستم بتاعها مش شبه باقي السيستمز اللي اتكلمنا عليهم في الشركات اللي فاتت، ولكن ده ما يمنعش ان عندها منتجات وفيره شغاله على الامارات والسعوديه، سعرها كويس، هيحاسبوك على المرتجعات، ولكن هي لازالت حتى وقتنا هذا من تجربة شخصية مثلا شهرين كويسة، بطبعة كويسة. عندهم باقات جولد وحاجات عادية، ابدأ بالعادية طبعا هتاخد جولد ببلاش، ما تقول لهمش بقى. فدي برضو من الشركات اللي لو حابب تبدأ عليها موجودة. نيجي بقى ايه للتقييم. بالنسبة لكل الشركات فكل الشركات كويسة، ان هم قدام في السوق، شركات كويسة، ناس كتير قوي بتشتغل معاهم، فدولت يعتبر لازم تكون مجمعهم وعينك عليهم طول الوقت. انا برشح في البداية كتبدأ عندك تاجر، ايكومبو، زنبيل عشان لسه جديدة في الوقت الحالي اقدر اقول لك هي كويسة، معرفش بعد كده تبقى عاملة ازاي يعني. لكن في الوقت الحالي الثلاث شركات دولت تقدر
تجرب عليهم. ويا بقى لو انت عندك منتج موجود في الثلاثه 3 شركات وجربت على المنتج في ال3 شركات، اللي هو حطيت اوردرات هنا اوردرات هنا اوردرات هنا، قدرت تحكم بدري برضو، فده هيساعد معاك. غير كده لا، عادي ممكن تختار شركه من الثلاثه وتبدا تتوكل على الله فيهم اللي انت ترتاح فيها واللي توفر لك كل اللي انت محتاجه، بحيث برضو ان تسليماتها عاليه. دي اهم نقطه، لان هي دي اصلا اهم حاجه، الشركات اللي بتوفر منتجات كتير، لكن احنا اهم نقطه عندنا نسب التسليمات والتاكيدات يكونوا اعلى حاجه موجوده. فدولت اهم نقطتين. وطبعا اقل سعر، اعلى جوده، اعلى هامش ربح. شكرا بوريكا. وفي النهايه ابدا وشوف واحكم. ولو عندك اي استفسار تقدر تسيب في كومنت. لو عايز تواصل معايا الانستجرام اللينك في الديسكريبشن. وكيب ريدي.